ألا تحب أن تكون ممن يقول يا ربي يا رب قال الله لك لبيك عبدي سل تعطى فأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وانتصف للناس من نفسك وخالق الناس بخلق حسن. ألا تحب أن تكن من الحامدين المقربين فإنه إذا قال العبد الحمد لله قال الله شكرني عبدي وحمدني فاستكثر من قول الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. يا صباح الخير. النهارده 6 رمضان وان شاء الله اشارك معاكم الروتين الرمضاني الجميل. وعايزه اقول لكم صباح الخير، عاملين ايه؟ اول حاجه صحيت طبعا، صليت وكده وقرات قران، وبعدين بقى ايه، عملت حمام زيت في شعري. دلوقتي حاليا هحط زيت في شعري وهحط عليه بونيه كده، وقلت بقى ايه اخش اطبخ واخلص قبل الفطار بشويه، اكون يعني واخده الشاور بتاعي والدنيا ايه تمام، وفي نفس الوقت اكون جاهزه لاي نوع من انواع العبادات طول اليوم. طبعا زين مخليني مبوظه ديكور رمضان كله بسبب اللي هو بيعمله يعني، فمعلش الحمد لله. كمان بقى عندنا غسيل عايزين نطبق، وعايز حاجات كتير قوي عايز تعمل في البيت، بس ان شاء الله حاجات بسيطه قوي. انا عندي كميه طماطم هعملها زي ما كنت عملتها معاكم قبل كده. يعني هشيل منها الوردة دي وهقطعها نصين وهحطها بدون نقطة مية، وهي بقى مع نفسها هتبدأ تنزل مية وترجع تشربها تاني وتطرى خالص. ولما تبرد هنبدأ نعملها في الخلاط ونعبيها في اكياس. اسهل حاجه بجد، وهوريكم حاجات كتير سهله كمان في الفيديو ده. فطبعا ما شاء الله الكميه يعني يعتبر فاضل من الحله ربعها بس مش مليان. يلا بينا على النار بقى، نحطها كده بقى على النار. طبعا احنا هنولع النار على العالي وشويه، وهوطي عليها خالص وهغطيها. طبعا كده كده لازم تتغطى. بصوا كده خلاص انا غطيتها وهسيبها بقى مع نفسها، هتاخد قد ما تاخد من الوقت. بس اهم حاجه ان انا في الاخر اطلع اكياس كده تكون، انا شكلي اتعورت ولا ايه، اكياس تكون صلصه كده جاهزه للاكل بقى في رمضان وتعب رمضان. وعلى فكره الحاجات دي انا بجهزها بعد الفطار عشان اكون بشرب وباكل براحتي من غير ما احس ان انا مضغوطه وتعبانه وحرانه وعطشانه وكل الحاجات دي. دلوقتي انا ضربتها اهو زي ما انتم شايفين كده، بقت طماطم، فبقت بجد يعني عملت لي كميه كويسه. وعملت بصراحه اكياس مختلفه في الحجم، يعني ده اصغر كيس انا عملته. تمام، عملت اكياس مختلفه عشان مثلا لو عندي عزومه وهعمل طبيخ. ده اكبر كيس ده يكفي مثلا يعني كيلو خضار مثلا، انا عارفه عشان هي اصلا لما بتتقل ترجع تتقل تاني على النار. فانت بتعملي يعني بتعملي اقصد طماطم خام، فلسه هتزوديها شوربه، لسه هتزوديها حاجه، فبتبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت بتبقى ايه كتير. هعرف منين بقى ان هي اصغر كيس؟ اللي هو بيتبقى من هنا كده كتير. شايفين بقى قد ايه من كل كيس؟ شايفين؟ عارفين فاهمين قصدي؟ فهي عملت يعتبر معايا 5 اكياس، بس دول انا سايباهم عشان هعمل طبيخ النهارده، هعمل بسله. فدول كده انا سايباهم اهو. هبدا بقى احطهم في التلاجة عشان يجمدوا، واوريكم دلوقتي كمان المجمد منهم شكله عامل ازاي. طلعت السطح عشان احط ميه، خدت معايا الكوبايه دي مليتها، وطلعت بقى عشان املى الميه بتاعه الحمام لان انا كنت ناسيها خالص. بس شايفين الجو عامل ازاي؟ في شمس. ننزل بسرعه قوي علشان زين تحت لوحده، وانا حتى ما قلتوش ان انا نازله، قصدي ان انا طالعه. فاعملوا الموضوع ده بجد، هتاخدوا ثواب حلو قوي. سلام بقى لما تكوني عامله كل الاكل ومش عاملاه في نفس الوقت، يعني تكوني مفرزنه كل حاجه. فالحمد لله عندي ملوخيه، ماما كانت جايبه لي بسله وجزر، ربنا يا رب يكرمها، وهي برضه كانت جايبه ملوخيه بس احنا عملناها هنا. وعندي شوربه، وعندي كمان هنا ليا حلوه قوي بحب اطبخ بيها. وعندي كمان طماطم اللي احنا لسه مفرزينها. وعندي اختي ربنا يبارك لها يا رب ويجعله في ميزان حسناتها، اي اكل هناكلها بالثوم ده هي اللي عملته. جابت لي كده 5 فصوص توم تقريبا، ماما كانت جايبه لي برده توم، وراحت يعني عملتهم لي كلهم بالشكل ده، وحطهم بقى بحطهم في التلاجة. فطبعا كل الحاجات دي بتبقى مسهله عليا جدا جدا. فانا هبدا على طول اعمل الاكل. على طول بقى هبدا اغلي الشوربه، بعدين انا هعمل كل الاكل دلوقتي على فكره. عايزه اوريكم الساعه كام بس. الساعه 3:15 3 وتلت تقريبا. فهتقولي لي لسه، يعني هتقولي لي ساره لسه بدري، هقول لكم لا يا جماعه كده احسن. من اول رمضان بعمل الاكل بعد يعني بخلص بيخلص تسويه بعد الفطار، وانا بصراحه عايزه اتفرغ للعباده شويه. حاسه ان انا ايه مش عارفه يعني، اول كام يوم دول انهكت جدا في المطبخ. فحاسه بقى ان انا عايزه اعمل كل الاكل بعد كده بدري، وبعدين ابقى اسخنه على الفطار هيبقى احسن.
اسهل واحسن بكتير. فيلا بينا نبتدي على طول. اوريكم التوب اصلا اللي هو البصل. دول اخر حبه كانوا عندي امبارح، رحت عامله بقى امبارح اخر حبه قصدي كان عندي دول، عملت دول بقى امبارح، عملت كيسين كده او 3 اكياس مش فاكره والله. فطبعا بفتحه باخد الحبه اللي انا عايزاه وبشيل الباقي. بيسهل عليا يا جماعه بطريقه مش قادره اوصف لكم. اعملوا الحاجات دي والله العظيم بتسهل جدا، بدل ما تقعدوا كل شويه كل يوم تقعدي تعيطي بسبب البصل. لا جاتي مره واحده وخلاص كفايه. بصوا انا هعمل في الحله اللي كان فيها اصلا قولوا معايا كده، اللي كان فيها التقليه، عشان ما اغسلش حلل كتير يعني هي لسه نضيفه. حطيت بقى البصل وحطيتها قليه كده، حطيت كمان حطيت زيت، وهبدا بقى اشوحه شويه كده، ياخد تشويحه بس البصل ويفك شويه من التلج ده، وبعدين بقى ابدا احط الخضار عليه. وبقى دلوقتي شايفين بعمل اهو حطيت كده البسله والجزر تمام، وهديهم بقى تشويحه محترمه شويه، علشان البسله لما بتاخد تشويحه هي واي خضار موجود في الفريزر او حتى مش موجود في الفريزر بيدي طعم كده حلو قوي. فهديها بقى تشويحه كده حلوه تتشوح كده مع بقيه البصل والحاجات الحلوه اللي محطوطه دي. وبعدين كده هحط لها كمان فص ثوم مهروس بيدي طعم حلو قوي قوي، وهنزل عليها بالصلصه، وهنزل كمان عليها بالشوربه عشان هعمل دلوقتي الملوخيه. وابقى كده بايه خلصت مثلا الخضار اللي هعمله النهارده. انا ناويه اعمل ايه اللي هو البسله وملوخيه، وهعمل رز بس كده يعني. هو ده الفطار ان شاء الله. بس شايفين حبه على قدنا كده، مش عامله كتير عشان كمان عامله ملوخيه، فكده حلو قوي. الوقت فات بسرعه ازاي. انا بحضر دلوقتي سحور. انا عارفه ان انا ما صورتلكمش كل حاجه، بس بجد اليوم النهارده يعني كان ايه مزدحم كده بقراءة القرآن الحمد لله، فما كنتش بعمل حاجات كتير يعني اوريها لكم. انا خلصنا الفطار وفطرنا، خدت القهوه بتاعتي، ودلوقتي انا بحضر السحور. عارفين الساعه كام؟ الساعه 2. فبحضر بقى السحور، بعمل بلح وبعمل فول. عايزه اوريكم حركه دايما بحب اعملها، ان انا بنقع الطماطم الساقعه اللي بتبقى بالتلاجة عشان بتوجعلي سناني، بنقعها في ميه سخنه كده من السخان قبل ما اقطعها، بتبقى طعمها كويس وفي نفس الوقت مبتبقاش ساقعه قوي. بس فاحط بقى جبن وحاجات زي كده. مش هعمل بيض النهارده، هنستغنى عن البيض وبس. يعني ده السحور بتاعنا كده، عشان ايه بحب اخد كوبايه شاي بعد السحور، فعايزه كده ايه اخلص السحور على طول واكل، لان برضو جوعت قوي. مش عارفه مين زي بيجوع كده، انا بجوع يعني شويه حلوين كده بعد الفطار على طول. لازم اخد اي سناك، لازم ما اقدرش ابدا اقعد لحد السحور جعانه. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده 7 رمضان يا جماعه، 7 رمضان، انتوا متخيلين؟ بصوا بقى، انا كنت بعمل امبارح، جربت كذا حاجه كده اعملها. دلوقتي يوم 5 من يوم 5 وانا محلمتش على الصلوات ولا النوافل الحمد لله. لا بصراحه يعني اقامه الليل انا ما عملتهاش بقالي يومين، معرفش ليه بصراحة. يعني تعبانة، بتعب جدا جدا بالليل ومش بعرف ان انا اعمل كل حاجة بصراحة. زين يا جماعة، تعبني جدا، ربنا يهديه يا رب. طبعا انا بصلي التراويح في البيت، انا عارفة انه المفروض يعني عادي لو انت قرأتي من المصحف وانت بتصلي التراويح تمام، فعمالة احاول اجيب حاجة اقرا عليها، ما كنتش بعرف عليها خالص. مفيش حاجة عندي في البيت اعرف احطها واقرا عليها. فلما التربية دي بابا جابها لي، ربنا يبارك له هو واختي وماما كلهم يا رب، قلت احط عليها مصحف، بس مش المصحف ده، مصحف جوزي، لان هو ما فيهوش تفسير وكلامه كبير شويه، فبقيت احطه واقرا منه. فكنت مستمتعه جدا جدا بالصلاه امبارح. كنت يعني ايه حاسه انه في تغيير للاحسن. انا بصلي مش دايما بصلي من الحفظ، حتى بايه بقرا اللي انا بقرا يعني اللي انا مش حافظه او كده. ف حان الوقت دلوقتي لصلاة الظهر وسنة الظهر. وسنة الظهر انا فيها حاجة لسه مش فاهماها. وسنة الظهر اربع ركعات. فانا دلوقتي يعني كنت بقرأ كده منشور وكده في جوه سورة بيقول ان الاربع ركعات اللي قبل الظهر مثنى مثنى، يعني 2 وسلم و2 وسلم. بصراحة انا لسه مش متأكدة في الموضوع ده، فلما يجي النت هتأكد وابحث، لان انا دلوقتي بصور لكم وانا مش عندي باقة نت اصلا. بس فيومنا مشغول قوي النهارده، في حاجات كتير عايزه اعملها،
فيلا هصلي دلوقتي السنة واصلي الظهر واصلي السنة اللي بعديه واقرأ القرآن واتعبد شوية كده، واقوم بقى اشوف شغل البيت اللي ما بينتهيش لحد وقت الفطار ده. بس اهم حاجة ان انا اول يوم، يعني اول اليوم بحب ان انا اخد اليوم كله لنفسي. اول اليوم ده يعني اول الساعة 2 بحب اخده لنفسي، قراءة قرآن واذكار وصلاة، بحس ان انا بشحن نفسي وبشحن طاقتي وبرجع تاني بقى ايه اصلي وكده. فيلا بينا. بصوا بقى دلوقتي انا هقعد اقرا قران. الحقيقه ان انا مقرره ان انا اخلص النهارده سوره البقره، تدبر وقراءه جيده ان شاء الله. فده اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا هبدا اقرا كده 10 صفحات. انا لسه فاضلي، مش عارفه فاضلي صفحات كتير بصراحه، بس مش عارفه قد ايه، ما عدتش. انا هاخدها كده بالبركه ان شاء الله. كل شويه اقعد اقرا 10 صفحات. مش كمان يعني مش هنتظم بالصلاة، لاني انا مثلا ممكن اكون فاتني صلاة الفجر ففاتتني ال10 صفحات بتوع صلاة الفجر، فعشان كده انا هقعد براحتي اقرأ. بس يعني هلتزم بعدد الصفحات بالتدبر وبالقراءة الهادية، اللي اعرف معنى القرآن فيها ايه، واعرف ربنا سبحانه وتعالى عايز يديني ايه من المعنى ده. بس ده اللي انا هقعد اعمله دلوقتي، عشان انا بقول لكم بجد ورايا شغل كتير جدا في البيت. وبصراحة الساعة 1:30 دلوقتي، فانا ان شاء الله من 1:30 للساعة 2 هخلص سورة البقرة، وبعدها هبدأ ان انا اقرأ بقى الاذكار بتاعت الصباح، وهقرأ كمان الورد اليومي من الادعية ومن الحاجات دي اللي موجودة في الكتاب اللي هوريه لكم كمان شوية. وكمان عايزة ان شاء الله اقرأ النهاردة سورة الشرح 40 مرة تاني. وبس يعني يلا بينا بقى نشوف اليوم هيمشي خلاص. الحمد لله خلصت، وخلصت الساعة القراءة بالظبط الساعة 2، لكن قعدت كده دقيقتين 3 ان انا افسر واشوف التفسير اللي موجود في القرآن وكده، عشان انا بحب جدا ما خلاش ابدا بوعدي لنفسي ان انا اقرأ القرآن بالتفسير والتدبر. كمان عايزه اقول لكم على حاجه. انا يعني من شويه كده جات لي كده يعني فكره، اللي هو انتي ليه بتقراي وتفسري؟ طب ما تقراي مثلا وبعدين فسري الحاجه اللي انتي مش فاهماها مثلا. فلا، رجعت تاني لهدفي. انا هدفي ان انا اقرا القران كله بالتفسير، حتى لو كملت بعد رمضان مش مهم. المهم ان انا اكون مفسره القران. كمان عايزه اقول لكم على حاجه. انا ماشيه انا ماشيه على ناحيه تانية كمان، يعني انا بحفظ كمان في النص، انا عندي حفظ عشان المنهج بتاعي، وماشيه كمان على نهج من جهه جزء عامه، ان انا برضو بقرا من جزء عامه وافسر. يعني انا جزء عامه اخلصه تفسيره مع مع الناحيه التانية، تمام. وبخلص كده الصور القصار الصغيرين اللي هم في اللي هم في جزء عامه، او جزء 30، علشان ابدا ان انا ايه اكون خلصت منه جزء. يبقى انا كده خلصت جزء. وهنا كمان في البقره، استنوا كده نشوف احنا خلصنا في البقره. احنا في الجزء التاني، فاهمين قصدي؟ فاحنا كده ايه يعني فاضل لنا مثلا 27 جزء مثلا. فكل ما الصور بتبقى قصيره، كل ما هتبقى التدبر فيها او تفسير الايات فيها مبيبقاش كتير قوي زي تفسير التاني مثلا. فاهمين قصدي؟ بس انا خلصت ال10 صفحات اللي انا وعدت والزمت نفسي بيهم. دلوقتي كمان هخش اخد صفحتين كمان من سور من جزء 30، وعشان كده اكون ايه حاسه ان انا راضيه عن نفسي، وحاسه ان انا فاهمه. لما اجي اقرا السور القصيره دي في الصلاه، حاسه يعني عارفه ان انا فاهماها، حاسه ان انا فاهماها وفاهمه هي قصدها ايه. بعد دلوقتي انا عايزه اعمل قمر الدين، تمام. فانا هعمل القمر الدين دي نص واحده، هعملها كلها. انا اول نص بصراحه كفايه لحد امبارح. امبارح كان 6 في الشهر، شهر رمضان، يعني كفاني 6 ايام. فحلوه بصراحه بسبب كده. فانا دلوقتي هقطعها ماشي. وبعدين هعمل ايه غليت ميه الحقيقه. يعني انا غليت ميه عشان احط ميه مغليه. ميه مغليه بتاثر معايا الطريق، يعني في النهايه تخلص بسرعه. كمان اوقات كتير قوي الميه المغليه ما بتحتاجش ان انتي، طبعا هو عايز مقص، وفي نفس الوقت انا خايفه على المقص يتكسر، فانا هقطعها القطاعه بالسكينه احسن. بصوا بقى، عشان انا زهقت بصراحه. انا حاولت اقطعها وهي عشان في التلاجة، فاجرك الله بقى، يعني مش عارفه مش قادره اوصف لكم هي جامده قد ايه. فانا هسيبها بقى شويه كده تطرى بس وتهدى كده عليا، وما تبقاش ناشفه قوي كده. وهطلعها اقطعها تاني صغير، عشان ايه يسهل علينا. ممكن محطهاش في الخلاط، يعني ممكن انها تدوب كده وخلاص. كمان انا هغطي الحله علشان ايه
البخار كله يسيحها كويس قوي. وبعدين هحط لها سكر بقى، ممكن احطها في الخلاط بسكر كده تبقى طعمها حلو، وفي نفس الوقت اكون مخلصه العصير بسرعه برضه. دي الغساله يا جماعه على فكره. جه وقت الغسيل بقى بصراحه لازم اغسل. اول حاجه احط الفيشه. عندي شويه غسيل كده صغننين مش كتير ان شاء الله يعني، فعايزه ايه. طبعا الحله عندي لسه فيها مشكله، شايفين مرتفعه ازاي، لسه ما جبتش حد يعملها لي الحقيقه. بس فببص بقى هنا طبعا الفلتر ده مليان، فمحتاجه ان انا اعمله واحط بقى الغسيل واسيبه بقى مع نفسه يتغسل. بروق بصراحه. دلوقتي العصر خلاص ادن، فانا دلوقتي المفروض اروح اصلي العصر. انا غيرت الديكور شويه، عملت ديكور فاتح شويه فيها، غيرت الديكور كمان هنا. عايزه اقول لكم فكره كده، العلبه دي علبه ساعه وانا ما عنديش علبه مناديل، علبه المناديل كانت خشب وزين كسرها، فحطيت كده مناديل بالشكل ده. مش عارفه شكلها حلو قوي عاجبني. وطبعا اي مفرش اقدر احطه تحت الازاز طبعا حطيته بالشكل دوت. مسحت بقى المرايه خليتها فله فله بجد، ظبطت كده الدنيا وعملتها زي ما انتم شايفين. كمان هنا المفرشين دول تحت الازاز زي ما انتم حاسين وشايفين كده تحت الازاز كلهم، فده افضل حاجه بصراحه ان انت تعملي حاجه زي كده وانت عندك اطفال. طبعا يعني اجواء رمضان في البيت بتبقى سبحان الله جميله قوي. تعالوا اقول لكم كمان عملت ايه. من ساعه ما حطيت العلبه دي هنا وانا حاسه ان المكان ده فاضي ولسه فاضي، يعني لسه في فراغ كده، المفروض احط زهريه كبيره او كده، وعندي زهريه وكل حاجه، بس زين هيكسرها على طول. فقلت احط الشجره دي هنا طبعا بعد ما اتخلصت من الرمله اللي موجوده جواها، وحطيت الديكور اللي انا ما عرفتش اوريه لكم دلوقتي. استنوا عمال يكسر كل حاجه. ربنا يهديك يا ابني، لسه لازقاها حالا يعني، دي لسه لازقاها حالا دلوقتي، ومع ذلك برضو روح شايلها. مش عارفه اعمل معاه ايه بجد والله، مش عارفه، زهقت اهو. حطيت كمان هنا سجاده الصلاه، حطيتها بالشكل دوت عشان احنا مش بنستخدمها كتير، بنستخدمها بس لما يجي ضيوف عندنا ونبقى بنصلي جماعه كلنا او محتاجين سجاده صلاه تانية، فحطيتها بالشكل ده. وجنبها الزهريه، فاللون الاخضر على الاخضر بيرد عليه، وكمان الخيش، فانا حاسه شكلهم حلو قوي. وحطيت المصحف ده هنا، طبعا عصايه المشي تتشيل من هنا دلوقتي وبس. حطيت هنا كده بعض الحاجات اللي بنستخدمها جوه البيت والحاجات اللي بنلبسها سريعه وخارجين. حطيت هنا حاجه ما حطيتهاش قبل كده، وهي الشنطه دي. الشنطه دي انا بحب اخدها معايا وانا نازله كده مشوار بسرعه وطالعه، يعني هاخد فيها الموبايل والفلوس بس، فباخدها معايا. طبعا دي من صنع ايدي الحمد لله، انا عاملاها بايدي مش شارياها ولا حاجه، دي انا عاملاها بايديا بس. فحبيت اوريكم الجزء ده كده. هنا بقى الارض محتاجه تتكنس، وبصراحه يا جماعه بقيت 4 وانا مش في المود خالص ان انا اكنس. انا عايزه اصلي دلوقتي، تمام، عايزه اصلي دلوقتي الظهر العصر اقصد، وعايزه اقوم اجهز الفطار. النهارده هعمل حاجه في الفطار، يعني تكمله اكل. هعمل رز وهعمل رقاق بس، يعني دول اللي انا هعملهم، وهسخن بقيه الحاجات اللي كانت عندي من امبارح. فحبيت بس اديكم كده الابديت بتاعي يبقى عامل ازاي. بتفرج على شريف 4 شريف شريف، بيعملوا اكلات حلوه قوي. وفي برنامج بيجي الصبح برضو اسمه مطبخ الحياة، بتقدم، مش عارفة هي شيف ست يعني، بس مش عارفة اسمها ايه، بس بتقدم اكلات حلوة قوي كلها من المكونات بتاعتنا بتاعت رمضان عادي، بس بتقدمها بشكل مختلف، بتعملها بشكل مختلف. فان شاء الله هنبقى نعملها مع بعض الفترة الجاية الحاجات دي. وبس كده يا حلوين، يلا بينا نروح نصلي ونشوف احنا ممكن نكمل اليوم بتاعنا ازاي. دلوقتي بسخن الملوخية اهو، تمام، عشان عملت بعمل الفطار بقى خلاص. والرز اهو، انا كان فيه كوسه مش عارفه هي كويسه ولا لسه، لكن دي انا واثقه منها ان هي كويسه. انا بعتذر جدا يا جماعه عن شكل البوتاجاز، انا بعتذر بجد، حقكم عليا انكم شايفين بالشكل ده، بس غصب عني والله. مش عارفه يعني اوصف لكم زين ازاي موترني حياتي الفتره دي، ومش بينام كويس، مش بيفضل ساكت، وحاجات كتير. بصوا الرقاق اهو خلاص، هو كده احمر بقى حلو. جهزت اهو الشوربه والاكل كله الحمد لله جاهز. الرز اهو جاهز تمام، وعملت كمان الرقاق وطلع اهو الحمد لله كله تمام. بصوا كمان العصير اهو تمام، ده تمر، مش عارفه يا رب يطلع حلو عشان احنا اول مره نعمل التمر ده. تمام، انا صبيت ليا الجوافه تمام، والتمر بقى والبلح اللي احنا هنفطر بيه انا حطاه هنا كده تمام. كل حاجه جاهزه، اشوفكم ان شاء الله على خير بقى في روتين جديد، بس يكون بعد الفطار. وبس كده، مع السلامه.